اهلا بكم من جديد. يبدو ان الحرب الكلاميه التي اندلعت بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقائد الجالاكتيكوس سيرخيو راموس لن تخمد بالسهوله. هناك من بدا يخمن ان نهايتها ستكون مغادره البرتغال للبيت الملكي في اقرب فتره ممكنه. ماذا يحدث داخل اسوار البيت الملكي؟ هل شراره خروج كريستيانو رونالدو من ريال مدريد بدأ توهجها؟ هكذا بدت الحكاية كما روتها صحيفة ماركا الإسبانية بوجود خلاف بين النجم البرتغالي وقائد الفريق سيرخيو راموس في ظل النتائج السلبية في بداية الموسم الحالي. بداية القصة كما ترويها سطور ماركا أتت عقب تصريحات الدون بعد الخسارة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا بأن خروج أصحاب الخبرات مثل بيبي وكوينترا ورودريغيز أثرت بشكل كبير على النادي. رد راموس لم يتأخر كثيرا حسب ماركا دائما، وهو المساند لسياسة الفريق الجديدة بالاعتماد على النجوم الصاعدة، فرد على رونالدو بالقول: لم نستمع مثل هذه الكلمات عندما حققنا لقبي الليغا والسوبر الأوروبي. من يقرأ بين السطور أيضا يجب أن يعترف بأن كريستيانو الذي تأخرت أهدافه نوعا ما هذا الموسم ربما كان تركيزه منصبا على ولادة أبنائه. بدأ يشعر نوعا ما بعزلة بعد التفاف الشباب الإسباني في النادي بقائدهم وقائد لاروخا راموس، بل إنه أصبح مؤثرا فيهم بدرجة كبيرة. وعندما يزيد هذا الملهم من الشعر بيتا ويرحب بإمكانية تعاقد الجالاكتيكوس بالنجم البرازيلي نيمار في رده على أسئلة بعض الصحفيين، قد يزيد هذا الموضوع من تأجيج شرارة الحرب التي ستتحول من باردة إلى متقدة بين راموس وصاحب الأربع كرات ذهبية، وهو الذي قد يجد نفسه مجبرا على دحرجة كرته الذهبية الخامسة الموعود بها خارج البيت الملكي، إلا إذا تحركت أصوات العقل في عاصمة إسبانيا لتخمد نارا قد تأتي لا على الأبيض فقط بل على جميع الألوان التي يلعب بها الريال. عندها قد لا تكفي السنين والبقية من عقد كريستيانو رونالدو لمنعه من المغادرة، ولو أنه في المنطق بدأ لمعان هذا النجم يخفت نوعا ما. النجم اقترب من ساعة الاعتزال، وتلك سنة الحياة وسنة الكرة أيضا. نادر، مرحبا بك من جديد. نادر، هل يمكن أن نقول أنها بداية النهاية أو بداية العاصفة ورحيل رونالدو، أم أنها مجرد فقاعات إعلامية فقط من أجل الإثارة؟ هو بالدرجة الأولى أخي إسماعيل هي فقاعات عالمية لحد الآن، لأن خاصة أنت تعرف أن النتائج السلبية اللي مر بها ريال مدريد في الفترة هذه، خاصة بعد خسارة توتنهام والخسائر اللي كبتها في بالضبط اللي في الدوري، يعني هي كلها لها عواقب، لها ترسبات، خاصة والمستوى الباهت اللي كان يعاني منه خط هجوم ريال مدريد، هذا بالمعنى الأول. يعني الفقاعات العالمية هذه ممكن اللي تضلين شيء ما، بس لكن حتى تصريحات فالنتينو بيريز في الفترة الأخيرة تعاقد مع هاري كين أو ديلي ألي أو بعض اللاعبين، يعني وبعض الكلام على نيمار وصفقة كوتينيو، يعني كثير من الكلام الإعلامي أو من ما يروح في كواليس الإعلام يقلل بعض اللاعبين، خاصة لما انت ما تمرش بفترة ممتازة، خاصة لما تكون يعني الفترة الأضعف عندك. يعني لما نشوف خط هجوم خط الريال في المباريات الأخيرة كلها كان هجوم باهت، خاصة يعني بنزيما رونالدو ما كانوش في هذاك المستوى مطلوب، هذا الشيء يولد ضغط على بعض اللاعبين. يعني يمكن حتى نشوفوا التصريحات الأخيرة لراموس أو كازيميرو، خاصة لما يسألوه عليه بمستوى نيمار أو هل يمكن قدوم نيمار، يعني مجرد فقاعات عالمية أو مجرد كلام أو رسائل مسجات. ولكن إن صح الكلام، هل في رأيك الريال مستعد للتضحية برونالدو من أجل سيرخيو راموس؟ لا، هو مش تضحية، بس الريال في الفترة هذه إسماعيل لازم تجديد دماء نادي الريال، خاصة بعد المستوى. يعني أسينسو الوحيد اللي هو اللي كان أو قاعد يقدم في الإضافة المناسبة، بس أغلبية اللاعبين يعني أخذوا الفرصة. يعني هي مرحلة تجديد بالنسبة لفالنتينو بيريز، وهذا أعلن عليه في المسبق إنه هو في أكثر من لاعب أو لاعبين تحت الأضواء، خاصة في الانتقالات الشتوية. يعني يمكن حنشوف احنا صفقة في الميركاتو الشتوي، يعني من باب الكبير للريال أو صفقة كبيرة في نادي الريال. نعم. سانشيز، نبدأ بسانشيز، هو أيضا على غرار كوتينيو وكان مرشحا يعني للرحيل، الآن حسم موقفه برفض تجديد عقده، ويبدو أن القضية ليست مادية، خاصة مع عرض الجنرز بزيادة راتبه إلى 300 ألف دولار. إذن ما المشكلة؟ هل هناك قضية خلاف مع فينغر مثلا؟
هو بمعنى الاول اكيد في خلاف مع فينجر، بس هو الشيء من حيث قدوم سانشيز، يعني سانشيز لما طلع من برشلونه من فريق كبير، من فريق له اسم، لعب على البطولات، شارك مع برشلونه في معظم البطولات، يعني الطموح او البطولات هذا الشيء اللي كان ينقذ سانشيز. يعني نشوف ان عدم تجديد سانشيز اكيد في اهداف وراء هذا، خاصه لما رفعوا سقف الراتب الاسبوعي او الراتب الشهري. نشوف سانشيز انه في فقاعات عالميه تقول لك انه بي اس جي او ريال مدريد او اي سي ميلان، بس مش المعلومات كلها مجرد حاجه اعلاميه او السوشيال ميديا. بس نشوف سانشيز يعني خساره كبيره للارسنال في ظل ظروف الارسنال في الفتره هذه. نعم. اخيرا بما يتعلق بفقير، رئيس النادي يقول انه ليس للبيع نهائيا، لكن هل العروض المغريه يمكن ان تغير كل شيء؟ هو طرح فقير على برشلونه، خاصه يعني من اصول جزائريه، لاعب كبير وقدم مستوى كبير مع نادي ليون. بس برشلونه يعني زي ما تعرف ان في ترتيبات الانتدابات دائما تكون في اي بي سي، يعني في احتماليات، في لو ما استخدمتش اللاعب يكون لاعب بي. هذا فقير احد اولويات برشلونه، خاصه من المستوى اللي قدمه مع ليون. بس انا نقول لك ان فقير مازال عنده الوقت ومازال بمقدوره ان هو يظهر اكثر حتى يبرز ويكون من اهتمامات برشلونه العام الجاي ان شاء الله. نجم برشلونه والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي يبدو انه يقضي في هذه الايام اوقاتا ممتعه مع العائله، حيث نشر صوره مع ابنه على حسابه في انستغرام. الصوره حصدت أكثر من 3 ملايين إعجاب، ويظهر فيها ميسي مع طفله تياغو وهو يقرأ له إحدى القصص. من المواضيع التي أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه رزق بطفلة أطلق عليه اسم ألانا مارتينا. رونالدو نشر على حسابه على موقع تويتر صورة له مع مولودته الجديدة في المستشفى، مرفقا إياها بتعليق: أبصرت ألانا مارتينا النور للتو، جي وألانا بصحة جيدة جدا، نحن جميعنا سعداء. وعلى الفور انهالت التهاني والتبريكات على النجم البرتغالي لتصل أكثر من 500,000 تعليق. عندما تحدث ميسي ورونالدو خاصة على السوشيال ميديا حدث ولا حرج عن التعليقات وعن الإعجابات وعن نعم تتحدث عن 500,000 تعليق. يعني لو يبقى رونالدو أسبوع أو أسبوعين هو يقرأ في التعليقات قراءة فقط لا يمكن الاطلاع عليها كلها، فما بالك لو يرد عليها. السوشيال ميديا الشيء الجميل فيها أن يعني خلتنا نعرف هذا اللاعبين خارج الملعب، حتى تقرب اللاعب من الجمهور. نعم. في الملعب احنا نعرف في وسائل الإعلام ماذا فعل، لكن خارج الملعب تعطيك يعني حياته. يعني مثلا نشوف صورة لميسي ما تشوفهاش في أي وسيلة إعلامية في بيته جالس مع ابنه، نفس الشيء نشوف سيرجيو راموس محتفل مع ابنه، مش في أي وسيلة إعلامية. السوشيال ميديا قربت اللاعبين أكثر من الجمهور، خلت الجماهير تعرف هذا اللاعب ماذا يعني الجانب الإنساني فيه بعيد عن الرياضة، كيف يتعامل، ما هي طريقة عيشه في يعني في البيت. يعني بصراحة السوشيال ميديا قربت الجمهور أكثر يعني من نجومه ومن جماهيره وحتى من أندية. أكيد. على العموم برنامج رياضة دوت نت أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن فريقه لعب مباراة ممتازة وكان يستحق الفوز، مؤكدا أن فرق النقاط مع برشلونة يمكن تعويضه. من جهته اعتبر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه قدم مباراة قوية، لكنه لم يتمكن من ترجمة فرصه العديدة إلى أهداف. ماذا أهدرنا؟ بالطبع لقد أهدرنا تسجيل الأهداف، لا شيء لأقوله للاعبين. أعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة وكنا نستحق الفوز، لم يكن ذلك ممكنا، لكن يجب أن نتحلى بالصبر، نحن ذاهبون في الاتجاه الصحيح. لا أعتقد أن الليغا انتهت، فهناك الكثير من المباريات في انتظارنا، وبالتالي عدة نقاط يجب أن نقاتل من أجلها. فارق 10 نقاط ليس قليلا، لكنني متأكد أن ذلك سيتغير قريبا، لأن برشلونة لن يفوز بكل النقاط الممكنة ونحن سننتظر تعثره. المهم أننا قدمنا مباراة قوية دون أن نسجل، وأنا آسف على تلك المجهودات الكبيرة التي قدمها اللاعبون، روحهم القتالية تستحق أكثر من ذلك. في النصف الساعة الأولى شاهد الجميع المستوى الذي قدمه أتلتيكو مدريد. نحن لعبنا أمام أفضل فريق في العالم، وكان يتوجب على الطرفين الفوز كما فعل برشلونة. الآن الفارق أصبح أكبر. كما ذكرت القسم الأول كان ممتازا، وكان يجب علينا تفعيل الجهة اليسرى بشكل أفضل، والشوط الثاني شاهد الجميع الدربي الحقيقي مع إهدار الفريقين فرصا كثيرة للتسجيل.
الصحافة الإسبانية تفاعلت مع ديربي مدريد، ومنها صحيفة ماركا التي كتبت أن فريقي العاصمة مدريد وإن تعادلا فإنهما خسرا بعدما توسع الفرق بينهما وبين المتصدر برشلونة المستفيد الأكبر من الجولة، مما يعني أن السباق على اللقب أصبح صعبا وشاقا بالنسبة لهما. وأضافت الصحيفة أن المباراة خلت من الفرص لكنها شهدت توترا كبيرا وتحكيما مثيرا للجدل، والكلام دائما لماركا.